لو السيد الرئيس نعم. بالفعل عايز ينجح بالبلد دي، وهو كمان ينجح وينصب نجاح ويذكر اسمه في التاريخ، في صفحات التاريخ الناصعه زي ما بيقولوا. نعم. يبدا بعقل المواطن من مسبيرو. عقل المواطن ووجدان المواطن، مسبيرو لو تم تطهيره وتنقية كل التشريعات اللي بتساعد على الفساد والإفساد فيه، وعاملة صفوف تاني وتالت ورابع من الفسدة اللي مستنيين يبقوا قيادات. احنا شايفين بنفسنا وعارفين. ما بيقعدش معانا سيادة الرئيس، بيقعد بس مع الزملاء من القنوات الخاصة. طب احنا ما بتقعدش معانا ليه؟ مش مع القيادات، مع العاملين، سواء من كل القطاعات، القطاع الاقتصادي، قطاع الإنتاج، قطاع الأمن، قطاع صوت القاهرة، مجلة الإذاعة والتلفزيون. احنا العاملين، احنا اللي عارفين، وزملاء كتير لينا، وبالمستندات هيطلعوا حضرتك، والأفكار موجودة ازاي نطهر المبنى ده. لو إعلام الشعب، عقل الشعب تم الالتفات إليه وتم تطهيره، هيكون بمثابة قوات مسلحة تانية تساند كل مؤسسات الدولة وتساند الشعب المصري من كل الفئات إن شاء الله.